من 5 ل7 مع حسام عصام ومي ممدوح على نغم اف ام 1053 اغاني عايشينها. ومكملين من 5 ل7 على نغم اف ام 1053 اغاني عايشينها، مي ممدوح وحسام عصام. وقبل ما نبدا فقره البوم الحقيقه طبعا في يمكن حاجه مهمه هتبقى موجوده يوم السبت، حابين برضو نعرفها لحضراتكم. في نشاط طلابي في جامعه عين شمس اسمه علشانك يا بلدي. علشانك يا بلدي هو طبعا موجوده في جامعه عين شمس، موجوده في جامعه اسكندريه، موجوده في الجامعه الامريكيه، موجود في الحقيقه في العديد من الجامعات. هم كان يعني دايما بيشتغلوا تحديدا على موضوع العشوائيات وتطوير العشوائيات. نعرف الموضوع اكتر من عمر حامد اللي موجود معانا دلوقتي على التليفون. الو. اهلا وسهلا بيك استاذ حسام واستاذه مي، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا عمر. ازيك؟ الحمد لله. كنت عايز اقول النهارده انا عمر حامد في هندسه عين شمس. فعشان كده في عين شمس احنا يعني هو كل جامعه بتبقى يعني بتتمنى عشوائيه محدده. احنا بنشتغل في تنميه عزبه ابو قرن في مصر القديمه من خلال 5 برامج. كويس. بقالكم كام سنه؟ بقالنا 8 سنين، دي السنه الثامنه لينا ان شاء الله. كويس جدا. اول محور عندنا اللي هيعمل الايفنت هو محور تربيه الطفل بنحاول نعلم الطفل فيه قيمه قبل ما نعلمه ماده دراسيه. يعني مش المنهج الدراسي موجود وكل حاجه، بس احنا مهتمين بالقيمه اللي بياخدها. زي الصدق مثلا، بقول له مواقف من مبدا المشاركه، كل واحد بيقوم يقول لي، كل طفل بيقول لي انا حصل لي كذا وحصل لي كذا، فبالتالي بزرع القيمه جواه. الايفنت اللي انا عايز اتكلم فيه هو يوم الطفل اللي هينظمه محور تربيه. اليوم ده المفروض ان احنا نحاول نوجد او نكتشف المهارات والقدرات اللي جوه الاطفال دي، وممكن اصلا ما يكونوش عارفين المهارات دي عندهم. ده من خلال الانشطه اللي هنقدمها له في اليوم ده. طب عمر، عايز اسالك على حاجه. تعاملكم مع الاطفال في العشوائيات ومع الناس اللي ساكنه في العشوائيات، هل بيتقبلوا فكره ان في حد داخل يقول لهم نصيحه او معلومه او يفيدهم بحاجه، ولا دايما بيكونوا رافضين للفكره اصلا؟ انا هقول لك على حاجه. هم في ناس يعني فيهم عدد لا باس به بيبقى عنده اصلا شغف ان هو يعني الشغف ان هو يكون احسن، ودوت اللي بنحاول نساعدهم فيه. ويعني مثلا في محور في من المحاور الثانيه مش هعرف اتكلم عليها كلها عشان وقت البرنامج. ان شاء الله في مره باذن الله تشرفونا بقى يوم الاربع في يوم الخير في عيله من 5 ل7 ونتكلم اكتر عن انشطه علشانك يا بلدي. بس احنا حابين دلوقتي نقول للناس رساله، لو انت حابب ان حد من الناس، كل الناس اللي سامعينا يشارك معاكم يوم السبت، يشارك معاكم ازاي؟ اوكي، انا نص دقيقه بس كمان. المهارات اللي عندهم ديت ده من خلال الانشطه اللي احنا هنقدمها له في اليوم ده، زي مثلا مشاركتهم في اسئله واجوبه مسابقات للطفل هيشاركوا فيها، او في المسرح هيكون في جوائز كمان كحافز ليهم. هيكون يوم كمان في اراجوزات وعرايس ورسم على الوجوه، هيكون يوم ترفيهي ليهم. الهدف من اخر اليوم دوت ان الطفل يطلع عنده ثقه في نفسه، حاسس ان رايه مش مهمل، حاسس انه بني ادم مفيد. تخيل يا استاذ حسام لما يكون العدد من يعني الكام في المية من اطفال العشوائيات دولت، لما الكام في المية دولت يكونوا حاجه مفيده للمجتمع، لما يكونوا حاسس ان هو عماد موجود في المجتمع، تخيل هنكون عاملين ازاي. اكيد هيفرق طبعا. اللي عايز يشارك معانا احنا مرحبين جدا جدا قوي بكده، مشاركه معنويه، سواء يجي معاه هدايا ويجي طيب يجي لكم فين، يتقابل معاكم ازاي، يوصل لكم ازاي؟ حالا او حتى يجي يلعب معاهم او كده، يوصل لنا ازاي؟ احنا موجودين في عزبه ابو قرن في مصر القديمه. العزبه اللي احنا شغالين فيها عزبه ابو قرن في مصر القديمه. مصر القديمه، تمام. مصر القديمه. والايفنت دوت ان شاء الله هيكون كل شهر يوم يعني هيكون يوم كل شهر من الساعه 10 لغايه الساعه 5 ابتداء من بعد بكره يوم السبت. طيب عمر، ممكن بعد اذنك يكون في رقم، لو في رقم تليفون ممكن احنا نقوله، او مكان هتتجمعوا فيه يوم السبت الصبح مثلا قبل ما تروحوا، عشان يعني مش كل الناس ممكن يعرفوا يوصلوا يعني. اوكي، انا هدي دلوقتي في الكنترول او اكتب على الجروب نمره احمد فضل الهيد بتاع هيد ماركتنج او لجنه التسويق. خلاص هيكون موجود دلوقتي على الفان بيج. تمام، يشارك معانا او اي حاجه. كويس جدا. عمر حامد احد اعضائنا نشاط الطلابي على شركه يا بلدي. نعم اتفضل. عايز اهدي اغنيه سوما اجدع صحاب لكل كرو عشانك يا بلدي. حاضر. بشكرك جدا يا عمر. اقول لك حاجه بالنسبه لحاجه ايجابيه. انا عايز اقول لك حاجه، في حاجات ايجابيه اكيد كتير، بس
احنا ممكن ما نكونش حاسين قوي بيها في الشارع او كده. لكن عايز اقول لك انا فعلا بحس بحاجه ايجابيه كل ما بنزل العزبه، كل ما ننزل نشوف الاطفال، كل ما ننزل او في كذا محور في اكبر في يعني في مشاركه معرفيه ومحو اميه دولت بيكون سن اكبر من كده. الشغف اللي بنشوفه في عيون الناس ديت هو دوت فعلا بتحس فعلا بالابتسامه والشغف ده ان بكره هيكون احسن. هو فعلا اللي انت بتقوله طبعا كلام مظبوط جدا يا عمر، يعني يا رب ان شاء الله بكره يكون احسن. انا بشكرك جدا 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 على مشاركتك